فكانت انتظارات كبيره بالنسبه للجمهور المغربي بالنسبه لكاس افريقيا الاخيره، كان خروج من الدور الثمن النهائي، يمكن كان امتعاض ديال الجمهور المغربي، وحتى انه نتحدثوا على هذه النهائيات ولا تحدث حول كاع الامور اللي كانت تحيط بالمنتخب الوطني المغربي. يسعدني انني نستضيف الناخب الوطني وليد الركراكي. مرحبا بك وليد. السلام عليكم. شكرا كيداير؟ الحمد لله انت بخير؟ الحمد لله. مرحبا بك وليد، وكنشكرك لان يعني حاضر معنا وتتواصل مع الجمهور المغربي، وحنا غنحاولوا نهضروا بالدارجه باش نوصلوا كل شيء للجمهور، لان الجمهور اشياء كثيره بغى يعرفها، المشاركه ديال المنتخب المغربي كيفاش كانت هذه المشاركه، الخروج، امور كذلك المستقبل ديال المنتخب الوطني المغربي. فكنشكرك على الحضور. في البدايه وليد الركراكي، الجمهور المغربي يعني لما وصلنا للنصف النهائي ديال كاس العالم والفرحه اللي عشناها جميعا كمغاربه، كل شيء كان كينتظر هاد كاس افريقيا خاصها تدخل الخزينه ديال المغرب، خاصنا نفوزوا بها. كيفاش عشتي خصوصا هذا الخروج وهذا الامتعاض ديال الجمهور المغربي؟ هو اول حاجه بحال اللي قلت يسمحوا لنا، كنا بغينا حتى حنا نفرحوهم، نعيشوا هذه الفرحه اللي دوزنا في كاس العالم، درنا الجد ديالنا الصراحه. وملي رجعنا كاملين كنا مقلقين. اول حاجه اللاعبين الاوليين حتى هما بقات فيهم، حنا ستاف الجامعه والجمهور في حقه يكون مقلق في هذا الوقت، علاش كان كيستنى بزاف ما تفرقه. كنا مأمنوا نجيبوها من كوت ديفوار. كان دي ديتاي اللي ما خلاناش ندوزو نفرحوا هذا الجمهور. وبقات فينا صراحه. ملي دخلت مازال اليوم مقلق على هذه النتيجه. كنا فريمون بغينا نفرحوا هذا الشعب باسكو كيستاهل. شحال ما فرحش في هذه كوب دافريك، بحال ما كتبناش. درنا دي زيرور، كنهز لا ريسبونسابيلتي انا الاول. ديما كنقولها المدرب، ملي كان الرباح اللعابه هما اللي داروا كلشي، ملي كان الخساره انا اللي خصني نهز لا ريسبونسابيلتي، علاش انا اللي اخترت هاد اللعابه، انا اللي اخترت هاد لا استراتيجي، انا اللي اخترت كلشي، وكنت كنامن بهاد لا استراتيجي، وما وصلناش اللي بغينا. نعم، اللي شجاع منك وليد. غادي نتحدثوا على اشياء كثيره وعلى نقاط كثيره وليد الركراكي. في البدايه يعني المنتخب المغربي صحيح انه توفرت ليه كاع الظروف، يعني حنا كنا معكم في سان بيدرو، فندق يعني من اللي تم تجهيزه، واحد من احسن الفنادق. واش ملي مشيتوا كيفاش شتي؟ لان خصوصا كاين اللي تحدث على يمكن جلستوا بزاف تقريبا 15 يوم التحضير لنهائيات كاس افريقيا. واش هذا يعني الحضور ديالكم مبكرا كان في صالح المنتخب المغربي، او ان بان لكم بان كان بامكان ان يمكن المده تكون اقل؟ كيفاش شتي على الاقل التحضير ديال المنتخب المغربي للنهائيات وحنا في سان بيدرو؟ لا ما كنشوفهاش عيده، بالعكس. مشينا بدينا لا بريباراسيون، بدينا يمكن 15 يوم قبل الماتش الاول. مشينا يمكن نهار 7 10 ايام قبل الماتش الاول باش نولفوا على جوستومون الجو ديال سان بيدرو، باسكو الناس يمكن ما عارفين بحال الجو في سان بيدرو كان واحد الرطوبه ديال 80% ويمكن 35 دوغري، دونك واحد الحراره اللي ما يمكنش بحال اللي كنقول باش تولف كان خصنا نمشيو قبل. من بعد كان بزاف الفراقي اللي بداو يمكن قبل من حنا، دونك ماشي غنملو، ما كانش اون اكسكيوز بارتيكولير على هادشي. درنا لا بريباراسيون اللي كان خصنا نديرو، درنا ماتش اميكال لهي، كلشي كان مزيان. دايوغ حتى الاخر لي بول كنا الاولين في لي بول، دونك حتى الماتش ديال جنوب افريقيا كلشي كان غادي مزيان. كنا كنستناو كثر من الدراري في لو ستيل دو جو، في ليفيكاسيتي وكلشي. بالحق كلشي كان غادي، ما كناش كنامنوا ملي مع جنوب افريقيا كنا غنقصاو. بالحق هي هذه الكره، بالحق لا بريباراسيون ديالنا مزيان بالعكس. وكنا في لي كونديسيون صراحه الجامعه دارت لي عليها، حطتنا لي ميور كونديسيون بوسيبل باش نكونوا في المستوى ديالنا. نمشيو نقطه. اول مباراه جمعتنا مع منتخب تنزانيا، النتيجه كانت مزيانه 3-0. اهداف ديال السيس ديال اوناحي وكذلك ديال يوسف النصيري، انك تدخل تاخذ 3 النقاط كانت مزيانه. كيفاش شتي هذا اللقاء، وانه واش كيبان لك انه الامور هذيك الساعه غادا في الطريق الصحيح؟ لا ماشي غادا في الطريق الصح، باسكو كان دي ديتاي اللي في الماتش الاول ما كناش في المستوى ديالنا. بحال دينا الخدمه ديال فرقه كبيره، ربحنا ب3. ربحنا الماتش الاول اللي ما كانش سهل، ديما الماتش الاول وشفتوا في هاد لا كوب دافريك لي سوربريز اللي كانوا. دونك دينا الخدمه، وكنت كنامن ملي اكثر لي ماتش غيزيدوا اكثر غنزيدوا في المستوى ديالنا. وهذا اللي كنتي تحدي عليه. انا باقي عاقل بان 3 ديال النقاط هي المهمه في اول مباراه، ولكن المستوى بقيتي دائما كتامن بانه غادي يكون احسن في الماتش اللي جاي امام الكونغو وكذلك امام منتخب زامبيا. هي هذه. نعم. بحال ماتش كونغو ما كناش في المستوى ديالنا، يمكن
الماتش اللي ما كناش مستوى ديالنا، اما في لو كوتي تكنيك اما في لو كوتي اتليتيك، بلا ما نتحبعوا على الجوج. لعبنا مع الجوج واحد الماتش اللي كان صعيب على الدراري على كاملين بالحق، على جوج فراقي. بحال هذا الماتش تقدر تقرا بجوج شوفات. بروميير ميطون عندنا لي زوكازيون باش نقتلوا الماتش، ما قتلناهاش، وفي دوزيام ميطون رجعناهم وكنا نقولوا نخسروا الماتش. دونك التعادل كان يمكن لوجيك، بحال ما كناش في المستوى ديالنا اللي كنا كنامنوا في هذا الماتش ديال الكونغو. بحال في الاخر بحال اللي كنقول لك ديما كتحبها في شي حوايج، كتقول راك عندك فرقه كبيره، بعدا جبتي التعادل وراك غادي في الكلاسيفيكاسيون. علاش في لي جروب ديما كتامن غير دوز الاول وتكون بروميير، هادشي اللي كيامن في لا كومبيتيسيون. نعم، دخلنا كانوا لي بليسير، كان الاصابات خصوصا ديال نوصير مزراوي. دخلنا بالتشكيله في لقاء تنزانيا، الشيبي، سيسنيف، حكيمي، املاح، مرابط، اناحي، زياش، نصيري، زلزولي. مشينا للمباراه ديال الكونغو الديمقراطيه، تم تغيير زلزولي، دخول بوفال. في اللقاء الثالث اكيد كان هناك متغيرات. القراءات ديالك ديال كل مباراه نبغوا نقربوها للجمهور الكريم، ديال هاد التغييرات ديال اللاعبين. كاين اصابات، ولكن واش كاين قراءات اخرى اللي كتشوفها ديال دراستك ديال كل منتخب وكل لاعب اللي يمكن انه يكون صالح لهذه المباراه ويمكن ما يكونش صالح لمباراه اخرى؟ لا، ما كنفكرش هيدا، كنفكر على لا كومبيتيسيون. كنشوف اللي يقدر يعاون على هذا الماتش، لو بروفيل ديال لو جوار. زرزوري ماشي هو بوفال، زياش ماشي هو عدلي، البروفيل ديال تيسودالي ماشي ديال النصيري. كنشوف على لي بروفيل وعلى الماتش كيفاش كنشوفو وكيفاش يقدر يكون. دونك من بعد عندك دي شونجمون بحال اللي قلتي، كاين دي بليسي، كاين اللي كانوا مرض، كاين اللي جات لهم اون غريب، دونك ما يقدروش يبداو ولا ما يقدروش يكملوا. دونك فوالا لي شوا كانوا مهدو. كنا ب 27 لاعبين، كان عندي لو شوا، ولي شوا اللي درت جو لي اسوم اليوم. يمكن درت شي غلط ديما كنقولها، ودايوغ ملي خرجنا من الويتيام دو فينال سافو درت غلط. انا مع الستاف كنامنوا بها وكنقبلوها وكنخدموا عليها وكنبغيو نفهموا لي بتي ديتاي اللي ما خلاوناش نمشيو بعيد في هاد لا كومبيتيسيون باش نقدوهم بور لو فيتور. هذا هي الفكره ديالي. كونديسيون فيزيك، الجانب البدني وليد، كانوا اللعابه كلهم كانوا حاضرين بالشكل اللي خصهم يحضروا فيه في كاس افريقيا؟ لا بالحق ما كانش لا لوجيك. شفتي هاد لو كوتي فيزيك، ولا مشيتي بعيد في لا كوب دي موند مشينا مع شي دراري اللي ما كانوش كيلعبوا في لي كلوب ديالهم واللي ما كانوش حتى تيتولير، وكاينين اللي كانوا رجعوا من بليسيور بحال اكير، وديرنا واحد كوب دي موند اللي في مستوى واللي حتى واحد ما يقدر يحسب اللي نقدروا نديروا هادشي. زياش ما كانش كيلعب في تشيلسي، ولا مشيتي بعيد. املاح في ديك الوقت كان في لا ريزيرف ديال ستاندار. كان بزاف ديال الحوايج اللي ما عندهاش لا لوجيك. دونك فهاد لا لوجيك ديال لا كونديسيون فيزيك حنا خدمنا مزيان بني. واش سي الكوتي مونتال، واش سي الكوتي فيزيك، هادشي كنقول لك مازال خصنا نديروا ان بيلون. عندنا لي دوني جي بي اس، مازال كنخدموا على البيلون اتليتيك، واش كنا في المستوى ديالنا، واش كاينين اللي ما كانوش في المستوى ديالها. هادي لو طون غتعطينا لو ريزولتا. مي موا جو بونس كو صراحه باش نخليو لو كوتي اما فيزيك ما تاكتيك، سي بوتيت لو كوتي مونتال فهاد لا كومبيتيسيون مع هاد الحراره مع هاد الجو مع هاد لا كومبيتيسيون. يفو اتر 200% مونتالمون. واش كنا في المستوى ديالنا، واش حنا ستاف ديالنا كلشي باش نكونوا في مستوى. وما هادو لي كيسيون. دونك ملي ما دوزناش صافي ما كناش في مستوى حنا الستاف. دونك كنهزو لا ريسبونسابيلتي. ديما كنقولها ما غاديش نتحبع دابا مور السيمانه ولا 10 ايام. مباراة الكونغو الديمقراطية انتهت بالأمور ديالها 1-1، ولكن اللقاء ما سالاش بهذا الشكل. العميد مبيمبا وما وقع بين وليد الركراكي وهذا اللاعب، بعد ذلك التوقيف ديال وليد الركراكي من طرف الاتحاد الافريقي واللي جا تقريبا وحنا كنا معكم ساعتين تقريبا قبل بدايه المباراه ديال منتخب زامبيا. كيفاش شتي هذا التوقيف وكيفاش شتي هذا يعني الاحتكاك؟ وحنا كنعرفوا وليد الركراكي كيف داير مع هذا اللاعب مبيمبا. يمكن شي حاجه اللي مع الوقت انا يمكن اللي درت غلط. مره كتبغي تمشي بالنيه ديالك تسلم على اللعابه ولا على لي زونترينور، ديما كنديرها. يمكن التوقيت اللي كنديرها ولا المومون اللي كنديرها ماشي مزيان. بحال كنتعلم، بحال اللي كنقول مره اخرى، بحال اللي قلت اللاعبين عمري ما غادي نقرب منهم وسالات. ما كانش شي حاجه لا بالنيه صراحه، وما عارفينها في الاخر حيدوا لي لا سسبونسيون. غير يمكن ما كانش خصني نشبر له يدو ونقول له شوف فيا باش تحطي لي شويه ديال الاحترام. بحال هذه كطرا في الكره، مره كتكون سخون في الاخر الماتش. حتى هذه يمكن ما عاونتش الفرقه، ما عاونتنيش انا. لا عاديه يعني وليد، كنشوفوا المدربين كيدخلوا كيسلموا على اللاعبين ولا التوقيت حطيت فين ينزلوا علينا وينزلوا على الفرقه. وانا لو رول ديالي هو نبروتيجي اللعابه ونبروتيجي
المنتخب في هذا الشيء ما ندخلش شي مشاكل خاوي في هذه لا كومبيتيسيون. يمكن مع دابا مع لو ريكول يمكن درت هذا الغلط بالنيه، ماشي شي حاجه، ماشي ضربت لاعب ولا درت، هما هزوها هيدا باش يدخلونا المشاكل في الفرقه. بحال حتى هذه ما كانتش خصها تبرزتنا اكثر من هذا الشيء، وما برزتناش بزاف. يمكن اللاعبه كان حسوا بها شويه في الماتش ديال زامبيا، حسوها مزيان باسكو كانوا باغيين يربحوا هذا الماتش عليا، ودونك هزيتها بلو كوتي بوزيتيف. ومن بعد دخلت في لوردر علاش دخلت في الويتيام فينال، دونك ما كانش مشاكل من بعد. اكيد انه ولكن يعني وليد تحمل المسؤوليه في الاختيارات، تحمل المسؤوليه مع مبيبا على اي كنمشيو لمباراه زامبيا. وليد الركراكي ساعتين قبل المباراه ما غاديش يكون، غادي يكون راشد بن محمود، ولا غادي يكون غادي يجلس وغادي يكون التواصل معاه من منصه شرفيه. مباراه اللي يمكن انتظرنا بانه يكون فيها تغييرات، انه اللاعبين يمشيو يمكن يرتاحوا، ولكن تابعنا بان تقريبا لو ساتور ديال الفرقه كان حاضر، بما فيها حكيم زياش، وحكيم زياش اللي تصاب في هذه المباراه. شنو واش كنتي كتنتظر بان تربح وتبقى في سان بيدرو، واش تربح وانك اللي جاك في المنتخب اللي جا انك تواجهه، وان ما كانش عندك قراءات اخرى انني نريح اللاعبين، وديك الساعه الا ربحت ولا مثلا حتى ديت الرتبه الثانيه غادي ننتظر المنتخب؟ شنو قراءة اللي كانت ديال وليد الركراكي في هذه المباراه اللي انت كنتي غايب عليها؟ لا بعدا كان خصنا نربحوا باش نساليو الاولين في الجروب، باش تكون عندنا حتى حنا لو تيراج مزيان، نلعبوا الثاني ديال الجروب ديال جنوب افريقيا، ومن بعد باش نبقاو في سان بيدرو باش ما نسافروش. دونك كان بزاف الحوايج اللي حنا ما مشيناش باش نشوفوا مع شكون غنطيحوا، اللي كان كيامنا هي نساليو البروميي ديال الجروب. ديما كنقولها خصنا ديما نشوفوا الاول ديال لا كومبيتيسيون وما نخافوش. مشينا بهذا الاختيار وجي با دو ريغري. من بعد قلت له ساتور السايس ما كانش لاعب ملاح، الناصري ما لعبوش الماتش، دورنا كان شويه الفرقه، كان دخول عبد الله، دخول السباري، دخول الكعبي. في الوقت كان الاحتفاظ بزياش، احتفاظ بوفال، كنا ننتظروا يمكن اراحه حكيمي، يمكن اراحه امرابط، يمكن اناحي، يمكن نايف، يمكن بونو، اللي كلهم كانوا لاعبين، ونشوفوا لاعبين اخرين. هي بالحق المشكل ديال هاد لا كومبيتيسيون سوفون كنديروا غلط. مره ملي كدور الفرقه كامله كتبقى ديجا مور هاد الماتش بقينا 5 ايام قبل لو 8 فينال، دونك ولا ما كانوش لعبوا هذا الماتش كانوا غيبقاو علينا سيمانه ولا 8 ايام ولا يمكن اكثر 8 ايام قبل الماتش ديال 8. دونك كتهز اوسي ان ريسك على المونك دو كومبيتيسيون ديال اللاعبين كاملين، ومن بعد تقدر توصل ل 8 فينال وما عندهمش الريت ديال لا كومبيتيسيون. دونك نو سي فوس اكسكوز. يمكن حكيم لا بليسور ديالو هي اللي كتخلينا نقولوا علاش ما دورناش. بعد شوف في الاخر حكيمي لعب ونو لعب وكانوا في المستوى ديالهم من بعد ولعبوا الويتيام فينال. غير لا بليسور ديال حكيم اللي تقدر تبقى لنا علاش هو اللي كان يمكن لو جوار كلي ديالنا اما في هاد لا كومبيتيسيون اما ديما، ويمكن كان خصنا نرتاحوا. بالحق هو كان باغي يلعب، حتى انا كنت باغي نلعبوا. علاش شحال ما كانش لعب مع غالاتا سراي، وعلى لو ريت ديال لا كومبيتيسيون كنا باغيين نهزوا الريت، وكنا متفقين معاه باش يلعب غير اون ميطون. في الاخر لا بليسور ديالو جات 5 دقائق قبل لا ميطون، ما كتباتش. انا ماشي مع هادشي ملي كنرجع للور نقولوا لا ما كانش لاعب. علاش ولا ما كانش لاعب؟ كان يقدر يتبليسا في لونطرينمون بحال بوفال بليسا في لونطرينمون، زياش كان يقدر يبليسا في لونطرينمون، شي واحدين اخرين. تلقاك هادشي شويه وانت خصنا تحتي دابا لنا كيف ما قلتي النتائج لما كتكون مزيانه راه ديال المدرب، لما كتكون او ديال الجمهور اللي كيتابع، لما كتكون يمكن النتائج شويه خايبه فكيبقى المدرب كيتحمل المسؤوليه كيف ما قلتي. ولكن واش ما قلقكش انه اصابه ديال حكيم زياش، اصابه ديال سفيان بوفال اللي بعدته يعني النهائيات، نصير مزراوي يلاه غادي يرجع كلهم، وهادو لاعبين اللي كان كيعتبرهم وليد الركراكي هما الكلي، هما المفتاح ديال اللاعبين. بحال نوصير باغ اكزومبل ما فهمتش انا على نوصير كيهضروا نوصير من الاول. انا ملي درت لا ليست كنت كنهضر على نوصير ملي لو بلان ديالنا هو يرجع في لو 8 دو فينال، وجدنا نوصير باش يكون موجود في لو 8 دو فينال، وهادشي اللي طرا. كانوا يقدروا الناس يهضروا ولا ما كانوش شافوا في 8 فينال باش يقولوا علاش جابوا ماشي موجود. حنا درنا الخدمه ديالنا وجدنا مع ستاف ميديكال باش يكون موجود، وكان موجود. وديرا هو لعب 60 دقائق، كنا مشينا باش يلعب 60 دقائق ولا 70 دقائق، وهادشي اللي دار. دونك نوصير كنا عارفين غيرجع في لي 8 دو فينال. من بعد لي بليسور ديما كنقول كيجيو في لي كومبيتيسيون، وما غاديش نتحبع في هادشي. كنت نقدر انا نقول ما عنديش احسن لاعب ديالي لعبوا يقدروا يلعبوا، نقدر نتحبع. ما غاديش نتحبع علاش المدرب خصو يوجد توت لي بوسيبيليتي، وانا وجدتهم. كنت كنامن ملي واخا ما تكونش عندي حكيم ولا ما عنديش بوفال، عندي ابدي وعندي عدلي، وكنت ثيق فيهم ومازال ثيق فيهم. علاش سي دي جوار دافينير. وكنقول ديما عندنا دي جوار ديكسبيريونس اللي كانوا بوفال وزياش اللي لعبوا دي كوب دافريك اللي تا هما تقصاو قبل وباش يهزوا هاد ليكسبيريونس باش يوصلوا في هذا المستوى.
وعدلي وابدي غيهزلوا حتى هما ليكسبيريونس في هاد لا كومبيتيسيون باش ان شاء الله لا بروشين كومبيتيسيون في لو فيتور. علاش عندهم غير 22 سنه دونك سي دي جوار اللي مازال عندهم 10 سنين في ليكيب ناسيونال غيتعلموا غيكبروا. هذا زولي هذا تحت عدلي امين عدلي بيان سور. بالنسبه للبوفال اعتقد بانه يعني يمكن الحديث حول خصوصا بانه كنت ذكرتي بان سفيان بوفال انا هو الجوكر ديالي لانه كان عندي 23 لاعب يمكن ما نديش. هو كان الجوكر ديالي علاه تشوف في الاخر الجوكر تحرق دوك هزينا اللاعب اللي كان دونك لا وبوفال لاعب مزيان لي ماتش اللي دخل كان راجع كان اون فورم كان باغي مسكين بالحق ما كتبلوش حتى هو بليسيور موسكولير في واحد التوقيت اللي كان كيهز فورما. مي صافي بارتي دو لا كومبيتيسيون بحال اللي قلت لك ما غاديش نتحدى في هذا الشيء. كنا موجودين علاش ولا كان لي بليسيور طراتنا في كوب دو موند ديما نعاولوا على لي في لو بون. ومن بعد لو غولي هزو عدلي هزو ابدي دخل من بعد حيريت سايباري. ماشي ما حطاوناش بالحق. انا كنت كنامن يقدروا يحطونا لو بلوس بالحق في ان ماتش اليميناسيون ديريكت تقسينا. دونك انا اللي عندي انا اللي غلط ديما ملي كتخسر. قبل ما نمشيو للمباراه ديال جنوب افريقيا المباراه ديال الثمن النهائي لما دخلنا الكاس افريقيا خصوصا المنتخب اللي وصل رابع العالم شفنا الاعلام الدولي كيفاش كيتحدث على المنتخب المغربي مرشحين لنا انه نمشيو ناخذوا كاس افريقيا. واش ما كانت لا بريسيون كان الضغط على اللاعبين خصوصا بانه حتى الجوائز ديال الكاف اللي كانت قبل فكان اختيار وليد الكراكي كافضل مدرب ياسين بولو كافضل حارس امرابط ضمن التشكيله ديال المثالي بالنسبه للكاس ديال افريقيا الى جانبه اشرف حكيمي. هذه امور وساعدت المنتخب المغربي ولا ما ساعداتوش وليد؟ بصراحه ماشي ما ساعداتش خصنا نعيشوا بها. دابا اللي درناها دونك كنا هادشي اللي كنقول للدراري درنا واحد كوب دو موند اللي في مستوى اللي هيستوريك دونك 100% في لا كومبيتيسيون اللي جايه ما غاديش تكون سهله. اي فرقه بحال اللي قلت كانوا باغيين يربحوا المغرب. واش حنا وجدنا وكنا موجودين على هاد الفراقي وهاد اللاعبين اللي غيحطوا الجد ديالهم اللي عندهم لا موتيفاسيون انتراسيك يربحوا المغرب ويقولوا حنا ربحنا الرابح في المونديال اللي شافونا في التلفازات هما ان توكا حنا في دي زيكيب اللي كانوا سور موتيفي. واش حنا كنا على اوتور دو ليفينمون وكنا في المستوى ديالنا لو ريزولتا كيبان لي ما كناش باش ما نكذبوش ما كناش قادرين يمكن على الضغط على هاد لا بريسيون. يمكن بالحق كاين لا بريسيون بوزيتيف بريسيون نيجاتيف. حنا دينا مشينا في لا بريسيون بوزيتيف ملي غنمشيو باش نديوها وحنا عارفين كيستناونا وخصنا نكونوا على اوتور. من بعد كتلعب على دي ديتاي بحال اللي قلت لي ديتاي ملي غيجيو الدراري ومع الستاف مازال كنخدموا عليها باش نحطوا لهم ديك لي ديتاي اللي فين ديرنا ليشيك باش ما ندوزوش. بالحق سي كومبيتيسيون اللي ماشي سهله المغاربه. المغرب ديما في لا كومبيتيسيون ديال لافريك ديما سا ايتي ديفيسيل في ليستوار ديالنا. كنا معاولين ملي درنا هادشي ديال كاس العالم ندوزو ديك لا باريير بسيكولوجيك ما دوزناهاش. دونك صافي دير خصنا نتعلموا بها ونشوفوا لو بروبليم اللي عندنا في هاد لا كومبيتيسيون باش ندوزو اون ايتاب سوبيريور. وهادشي اللي غنخدموا باش ان شاء الله في لا كوب دافريك اللي جايه نكونوا في المستوى ديالنا ان شاء الله. غنمشيو للمباراه ديال جنوب افريقيا دور الثمن النهائي. مباراه اكيد من منتخب جنوب افريقيا من المنتخبات اللي عندها خبره عندها تجربه. واجهنا يمكن سان داونز الجنوب افريقي اكثر ما واجهنا يمكن منتخب لان لو ساتور ديال اللعابه ديال جنوب افريقيا كانوا من سان داونز. كيفاش تابعتي المباراه خصوصا بان يعني كانوا فيها متغيرات كثيره حتى القراءات التقنيه حتى القراءات التكتيكيه. واش كنتي راضي على قراءه التكتيكيه ديال وليد الكراكي في هذه المباراه خصوصا بانهم خلاو لنا حنا الكره باش نلعبوا وما قدرناش اننا نديروا بزاف ديال لوكازيون حتى انه نستثمروا بعض المحاولات ونسجلوا هدف اللي كان غادي يريحنا؟ هي هذه الشوفه ديالك من بعد بحال اللي كنقول اللي مزيانه دابا كاين لي شيفر في الكره والناس يقدروا يمشيو يشوفوها. الماتش ديال جنوب افريقيا كاين جوج شوفات. كان الشوفه اللي باغيين يقولوا ملي ما كناش في المستوى ديالنا وما كناش مزيانين نقدر نقبلها. بالحق في هذا لو ماتش لا بوسيسيون كانت عندنا يمكن ضربنا 13 ل 14 مره الشبكه. كان عندنا واخا في كوب دي موند قلت لي ستاتيستيك انا ما كيعجبنيش ديك اكسبكتد جول كان عندنا على 3 بيوت عليهم هما يمكن عندهم 0.60. دونك في الستاتيستيك حنا عندنا كلشي باش نربحوا هذا الماتش. بيان سور جاتنا واحد ضربه جزاء اللي سقلنا بحال هذيك كتوقع وبغيت نقول برافو لاشرف اللي كان عنده الشخصيه والكوراج باش يمشي يضرب لهاد البينالتي باسكو ماشي سهله. وعمري ما غادي نهضر على اللاعب اللي ضيع. انا ديما كنفرح ملي عنده واحد
الشخصيه باش يمشي يهز لا ريسبونسابيلتي وهزها اشرف. دونك ما غاديش نتاحوا اختيار من عندك ولا هو اللي مشى باش يضرب؟ لا اختيار ديالي. اختيار ديالي. وكان علاش كنقول لك كنهز لا ريسبونسابيلتي، كان امن اشرف واخا زقل في طنجه، كان امن اللي كان يقدر يماركيها وما كتبش ما ماركاهاش وكان اسومي انا لا ريسبونسابيلتي ديال البينالتي ديال اشرف. بالحق باش يجيو يقولوا مع جنوب افريقيا ما كناش في المستوى ديالنا وكنا نقدروا نديروا اكثر من هذا الشيء. جانا بزاف ديال لي زوكازيون نت اللي ما ماركيهاش، هما جات لهم واحده في دقيقه 56 ماركاوها، ومن بعد جات ديك لو كوفرون بلا ما نهضروا على لي زوكازيون ديال الاخر اللي عندنا ب 10 ومشينا باش نماركيو. بحال لي زوكازيون عندنا، لي زوكازيون جاونا اون مونكي ديفيكاسيتي، هذه سين رياليتي. لا بوسيسيون كانت عندنا، من بعد لي ستاتيستيك هما في انترنت يمشيو يشوفوها اللي باغيين يكتبوني. نعم، ضربه الجزاء كتجي في تقريبا 5 ديال الدقائق وغادي تنتهي الوقت الاصلي ديال المباراه. كي عشتي ضربه الجزاء اللي ضاعت؟ خصوصا الان يعني وليد ركراكي يقول اتحمل المسؤوليه، معنا ضربه الجزاء كان بامكانها تسجل، كان تغير اشياء كثيره في المباراه. كيفاش عشتي هذه اللقطه؟ لانه من بعدها تابعنا ردة فعل ديال الوليد اللي صافي جلستي في دكه الاحتياط والامور كانت صعبه. لا شوف، الماتش ما كان سهل. اول حاجه خصنا حتى حنا نحتوا القيمه للفرقه ديال جنوب افريقيا، باسكو الناس يمكن باغيين يهبطوا بها. بالحق سالت التروازيام في هذه لا كومبيتيسيون، دونك ما طحناش فرقه صغيره، فرقه بحال اللي قلتي واخا قلتي كان الناس صندوق هما خرجوا تونس في الجروب ديالهم وفاتونا وضربوا الكاب فير اللي كانت اون دي سوربريز ديال الكوب دي موند، وخسروا مع نيجيريا في بينالتيات. دونك ماشي فرقه اللي الناس كيسحب لهم غندخلوا غنربحوا بثلاثه ولا بجوج. هاد لي كومبيتيسيون كيتلعبوا في لي ديتاي، كيتلعبوا على 2-3 سيتوياسيون. هما ملي جاو لهم ديك لي سيتوياسيون بحال حنا في كوب دي موند استفدوا بها وداروها مزيان وبرافو عليهم، وربحونا حتى في موا جوان. دونك صافي ماشي اون سوربريز، عندهم فرقه. انا كيفاش دوز ديك ضربه الجزاء سي دوماج. انا سورتو بقات فيا علاش كنا باغيين ندوزو بحال اللي قلت لك، وعلى الدراري وعلى الشعب المغربي كنا باغيين ندوزو. بالحق كتبقى ان فيد ماتش اللي واخا تقدر تهدر. دازت في 2019 يمكن ضد بينا مع حكيم زياش، الناس كانوا ماشي فرحانين ديال الحكيم، وشفنا كيفاش حكيم رجع من بعد. دونك فوالا كتوقع في الكره ضربه جزاء مره كتماركيها غير ولا سولتيني واش حسن يماركيها ضد جنوب افريقيا ولا ضد اسبانيا، غنقول لك يماركيها ضد اسبانيا. هي هذه. دونك مره كيماركي لك واحد البينالتي واش تاخذ اللقب ولا توصل نهز الكوب دي مون مع اسبانيا. ولا طلبتيني غنقول لك جوج يماركيهم بجوج. بالحق ملي كتقول ضيع واحده وماركا واحده، شوف ملي ماركا كان احسن لاعب اشرف وماركا بواحد ستيل واعر، ودابا زقلها كتكتب واحد المره كتماركي واحد المره غير ما خصهاش تبقى له داخل فيه. بالعكس دابا خصو يطلع راسو، حنا نطلعوا راسنا باش نشوفوا القدام. اش دابا اللي داز. نعم. كنتي راضي على لما انتهت المباراه وجلستي وكنتي مرتاح ديك الساعه؟ قراءات، لان كل مدرب كيعاود يرجع السيناريو ديال المباراه وكيفاش مشى، قراءتك التكتيكيه، التغييرات اللي كان بامكان انها تكون مثلا في الشوط الثاني يمكن دارت ولا ما دارتش، كلها كتكون حاطها في الاخر. يعني الكونكليزيون ديالك الاخرى كنتي راضي انه هادشي اللي كان خصو يدار، ولا كنتي كتقول كان ربما ندير هذه ولا هذه وكتكون احسن؟ شوف الكره ملي كتخسر ما تقدرش تكون راضي على هادشي، وما عندكش فين تقدر تقنع الناس. علاش ملي كتخسر راك خاسر، راك غلط. وهي هذه الكره. واخا انا ما متفقش مع هادشي، وملي كتكون رابح تقدر تكون ماشي مزيان. بحال ملي كتربح وكيحطوا لك حقك ويقول لك لا كان عنده الصح وكلشي مزيان في لي شونجمون في كلشي. انا بان لي الماتش كيف قريتو والقرايه ديالي يقدروا يقولوا كنا نقدروا نمشيو قطر للقدام ولا نبريسيو. بالحق الجو اللي كان والرطوبه اللي كانت ما خلاتش شي فرقه في هاد لا كومبيتيسيون، ويقدروا يقولوا لي ما شفتش شي فرقه اللي كانت كتبريسي الماتش كامل، اللي كانت في مستوى الماتش كامل. سيتي ان شامبيونا ديفيرون ديفيسيل، كان خصك تجيري الكوتي اتليتيك، كان خصك تعرف تكون واقف، وملي كتجيو لك لو بو دوكازيون كان خصك تكون افيكاس. هادشي اللي ما عرفناش نديرو في الماتش ديال جنوب افريقيا. هاك واش راضي لا ملي خسرت سافي دير ما دير دي زيرو، وكنقبلها وغنخدم عليها باش نرجع بلو فور. انا ديما لا كارير ديالي هي هذه، وما نقدرش انا كمدرب نطيح يدي ونبدا نقول انا درنا غلط وسالات. بالعكس خصني ملي كطيح ديما انا تعلمت ما هادشي، وحنا المغاربه والمغرب ديما هيدا كنقولوا حنا ملي كطيح خصك تنوض وتشوف القدام وتكمل وتصحح الاخطاء نورمال. وهي هذه الكره، مره كنربح مره كنخسر. غير الخساره
خصك تفكر كيفاش خسرتي باش ما تعاوداش، وكيفاش تشوف القدام وتكون بوزيتيف. علاش الخساره بحال اللي كنقول كنا ما نعرفش شحال الفراكي في هذا الكوب دافريك، كان غير واحده اللي داتها، دونك كاملين